ولو قوام البشاميل تقل هنزوده بالتدريج من مية سلق المكرونة اللي كنا سايبينها على جنب. هنضيف منها كوباية صغيرة أو كوباية من الشوربة أو الحليب السائل. هنخلطها مع الصوص ونقلب لغاية ما نوصل للقوام ده. ما تزوديش مرة واحدة علشان القوام ما يبقاش خفيف معاكي جدا. أنا الكوباية الصغيرة دي كانت مظبوطة على قد كمية البشاميل اللي كانت باقية معايا. حبيت أعمل الخطوة دي قدامكم، ما حبيتش ألغيها علشان البشاميل لو تقل معاكم تعرفوا هتتصرفوا ازاي. بحب كمية البشاميل تبقى كتيرة وتغطي المكرونة كلها. هساوي الطاجن زي ما انتوا شايفين، وبمنديل مطبخ هنضفه بالشكل ده علشان ما يتحرقش في الفرن، وهسيبها تتشمع شوية. ودلوقتي هقولك ازاي تعمليها بلون حلو جدا وطرية من غير ما تنشف منك ومن غير ما تضيفي اي جبنة موتزاريلا على الوش. بعد ما الوش يتشمع دوبت معلقتين سمنة او زبدة المتوفر عندك. هدهن الوش بكل هدوء كأني بطبطب عليه بالظبط.